عارف ليه أغلبنا بيجري في ساقية وفئة قليلة جدا هي اللي بتوصل للقمة؟ الفرق مش في الفلوس اللي في البنك، الفرق في السيستم اللي شغال جوه الدماغ. تخيل معايا صلاح وإيلون ماسك، الاتنين واجهوا فشل في بدايتهم، بس الفرق إن في عقلية بتشوف الفشل حيطة بتسد الطريق، وعقلية تانية بتشوفه سلمة لفوق. المليونير مش بيشتغل عشان يجمع فكة، هو بيشتغل عشان يبني أصول تجيب هي الفلوس وهو نايم. زي ما قال الحكيم: ليس الفقر هو فقدان المال، بل هو فقر الطموح وضيق الرؤية. وعشان كده لو مهتم تغير طريقة تفكيرك وتشوف الفرص اللي غيرك مش شايفها، اشترك في القناة دلوقتي وانضم لمجتمعنا. النصيحة الذهبية هنا: بطل تبادل وقتك بفلوس، وابدأ استثمر وقتك في بناء شيء بيتكاثر لوحده. المليونير بيشتري الوقت، والعادي بيبيع عمره. القرار في إيدك، هل بدأت فعلا تطبق النصيحة دي في حياتك؟ وهل حسيت بفرق في نظرتك للأمور؟ مستني أسمع تجاربكم في الكومنتات.